تعرف انك ممكن تعمل رحله بحريه لقاره اسيا من مصر وببلاش؟ السرحة في ايه يا ليلى؟ لا ابدا ولا حاجة. وصفه سريه لعلاج المشاكل النفسيه، وصفه بورسعيديه روشته كده مكتوب فيها هوا البحر والمينا، هي ولا مركب ولا سفينه، دي المعديه. يا اخي انا ما اجيش بورسعيد انا لازم اعدي في المعديه اشم هوا. معدات فرنساوي ايامها كانت جميله. المعديه تحس ان هي آلة الزمن من بورسعيد لحد بور فؤاد في قاره اسيا. بور فؤاد دي اول كومباوند اتعمل في التاريخ 1920، بلد مصريه في قاره اسيا، طابع اوروبي، واللي عايشين فيها هم اهل بورسعيد. لو رجعنا تاني للمعديه وبدايتها هنقول المعديه الفرنساوي. المعديه كانت خشب في خشب، ليها مكان للركاب على الجنبين ومكان العربيات في النص. ايامها كانت العربيات يعني ايه، هم بتاخد عربيتين وبس، لكن بقى مكان الركاب عباره عن شياكه، فخامه، صالونات، تحسش انك راكب مواصله طبيعيه، كانك راكب باخره. بالذات لو شفت الربان بتاع المعديه فعلا تحس ان هو ربان سفينه، كفايه الطقم اللي لابسه. يقول لك اللي محسود يعدي البر التاني، لو واحد مزاجه وحش ممكن يركب المعديه ويفضل رايح وجاي فيها، بس في اللي يروح عشان يركب المعديه مخصوص ياكل طائر النورس. النورس ده بقى تحس ان في عشره كده بيننا وبينه. النورس اول ما يشوف معديه طالعه يقول لك بس توكلنا على الله، الاكل وصل. بالتالي هو ده طبع معظم البورسعيديه، بنرحب بالزوار، نكرم الضيف حتى لو كان طير. الموضوع عشان يبان بالهدوء والشياكه والنظافه اللي احنا شايفينها دي حاجه مش بالصدفه ابدا، اصل دي هجره ناس من بلد لبلد تانية، مش بتقف 24 ساعه. نهجرهم الصبح بتوع بور فؤاد نوديهم بورسعيد، وبعدين نجيبهم من الظهريه من بورسعيد لبور فؤاد، وبعدين بالليل ننزلهم تاني. يعني احنا بنهجر الناس فعلا. مرفق حيوي جدا 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 موجود في مصر العربيه كلها. انت مش متخيل في فريق عمل قد ايه. زي ما بقول لك احنا يهمنا اول والاخر تامين الناس باعلى درجه من الامان. يعني المعديه مهما حصل ليها روح وطعم، اللي جربه عمره ما هينساه. اللي يجي بورسعيد لازم يشوف البر التاني، بور فؤاد. تحس ان هي مش على اسم الملك فؤاد وبس، تحس ان هي بور الفؤاد، مينة القلب. باختصار تعالى انسى همومك وجرب علاج جديد، وصفه سحريه اسمها بورسعيد.